السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تقبل الله طاعاتكم وحياكم الله في مخيار رمضان، والذي يستضيف هذه الليلة الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع الوطنية المهندس مطلق مريشد. حياك الله أبو حمد. الله يبزيك، يا شكرا مرحبا. لقبول هلا هذه وسهلا، الدعوة. يا مرحبا. إذا سمحت لي الزملاء عدوا تقرير ممكن نشاهد سويا. شكرا. في البدء كان الإلهام. ماذا يعني أن تكون ملهما لأجيال متلاحقة من أبناء وطنك؟ وماذا يعني أن تكون لبنة مهمة في صرح كبير من النماء؟ هو عاش حياته في فصول شتى، ظاهرها إلهام يسرق الأعين ويلفت الأنظار، باطنها علم متبوع بعمل وإتقان، والرابط بين الطرفين شخصية ثاقبة النظرة، كثيرة العمل، قليلة الظهور. أن تكون شديد الاجتهاد أمر، وأن تكون قيادياً ينبع من بين يديك المجتهدون أمر آخر، وهو ما كان. فعلمياً درس مجموعة من التخصصات بين الفيزياء النووية وهندسة المفاعلات إلى المالية وإدارة الأعمال، وبعدها فصول كبيرة من التنقل الإداري والقيادي في مختلف القطاعات الصناعية والمالية واللوجستية، إضافة إلى عضويته لمجالس كبرى الكيانات الناجحة في المملكة. والرابط المشترك بين كل تلك المراحل والفصول يرحل إلى الآخر، ويبقى الأثر خلفه حاضرا، والشاهد سيكتب في السطر الأخير. إن أحصيت أسماء البارزين في صناعة التغيير في السعودية فحتما ستذكر مطلق المريشد. شكرا. You guys did a good job. ممتاز والله. أنا صراحة ما أدري من أين أبدأ، رحلة طويلة، لكن طويلة إيه فعلا. أبرجع لعنك. نعم. أنت مواليد عنك أبو أنا حمد؟ مواليد إحنا بني خالد، برنا في السفانية والنعيرية ويم الحفر والجوف من هناك في الشمال. بس ديرتنا عنتس، احنا نقول عنتس بلساء، الناس يقولون عنك، ما في مشكلة، بس عنك هي وكانت نشأة الطفولة والدراسة كلها. الابتدائي الثانوي كلها الابتدائي إلى المتوسط كنا بعنات. بس ذاك الوقت منتصف السبعينات ما كان في ثانويات بكل محل، ما كان في ثانوية إلا في الدمام والخبر والقطيف وصفوة. كانت الوزارة عندهم باصات ينقلون طلاب القرى، احنا عناتس ما غير كيلو ونص أو كيلوين من القطيف. عناتس من ضمن مناطق القطيف، وكل طلاب المنطقة دي كلهم يودونهم في باص كان ياخذ العيال ذاك الوقت إلى ثانوية القطيف. تخرجت من ثانوية القطيف عام 76 75 76 دفعة. هنا قررت أو قرر ابن البادية أن ينتقل إلى أمريكا بعد الثانوية. والله شوف حبيبي، حنا تعرف من أهل الشرقية، وفي تأثير كبير لشركة أرامكو طبعا. كنا نطالع تلفزيون الأرامكو ونروح للكمباوند حق أرامكو والكامب، احنا نسميها الكامب، ويعني كنا نوعا ما متأثرين بالأمريكا والتلفزيون. أرامكو كان أكثر أمريكي، الأفلام اللي تيجي أبطال الكاوبويز وهذه والشغلات هذه. بذاك الوقت جت البعثات. أنا كنت مقدم على جامعة البترول ذاك الوقت، اسمها كان جامعة البترول قبل ما جامعة الملك فهد للبترول معادن، كان جامعة البترول. كان رقمي في المقبولين 3. بس لما جت البعثات كل الصف حقي 42 واحد، 41 منهم قرروا يلا أمريكا يا شباب. والله خذالي يمكن أسبوعين أو 3 الجامعة البترول هذا يعطوني الاستمارة، أولا نسميها استمارة ثانوية، لأنهم قالوا كل الممتازين في القسم العلمي ما حد جاء عندنا ذاك السنة، لأن البعثات يعني فتحت على مصراعيها. وبهذا السبب أمريكا، الله يرحم الوالدة، كانت ما هي موافقة بالحيل عليه، بس عمي أصر اللي هو رباني، لأن أبوي أنا توفى وأنا عمري يمكن أسبوع أو أقل، ما أعرف. لذلك عمي قال لا خلاص رح، لا تجلس. رحت سنة 1974 1976. هنا أنت اخترت تخصص يعني غريب جدا في تلك الفترة. ما اخترت يا عبد الله، بعد حظ. أنا أقول لك السبب، اللي هو الفيزياء النووية والرياضيات. لما جينا أمريكا حنا كانت لغتنا الإنجليزية كتابة وقراءة وجرامر لا يعلى عليها. ذاك الوقت مدرسين اللغة الإنجليزية كلهم إنجليز،
الآن أذكر مدرسنا في الثانوية الإنجليزي كان اسمه مستر كيث، نسميه مستر كيث. أنت وين تعلمت اللغة الإنجليزية؟ بالثانوية أول شيء. ممتاز. بس بالسعودية بالثانوية يعني. بس كانوا مدرسين إنجليز ذاك الوقت بريطانيين. تعلمنا إنجليزي مزبوط، بس للأسف ما نتكلم. كان كله كتابة وجرامر، قواعد اللغة الإنجليزية، تعبير وما أدراك. كنا ممتازين في الجرامر وفي الكتابة. لما رحنا أمريكا كان ذاك الوقت الملحقية السعودية الله يرحمه عبد العزيز المنقور كان هو الملحق ذاك الوقت في هيوستن. لما رحنا ما كان فيه معاهد لغة في أمريكا. تصور فتحوا معاهد إيش كثر في السبعينات بس للطلاب السعوديين. طبعا جاء الخليجيين وجاء الليبيين وجاء الجزائريين ذاك الوقت. ردونا معهد اللغة. معهد اللغة ذاك اللي يسمونه ESL، إلى الآن اسمه ESL English Second Language. معهد اللغة ذاك الوقت ما يختبر شفهي، ما يختبر كلام، يختبرون كتابة وجرامر. حنا في الجرامر والكتابة أحسن من الأمريكان لأن هذا اللي درسونا، القواعد اللغة الإنجليزية والكتابة، بس كلام ما فيه. هم اختبرونا بالكتابة وهذا خلصنا من الإنجليزي ب3 شهور، بس حدسنا ما من حدسي، نفهم ونستمع بس ما في كلام. دخلنا الجامعة، وأنا كنت في ولاية كولورادو في مدينة دنفر اللي هي عاصمة كولورادو ذاك الوقت. ولما دخلنا على قولتهم ورط البطل، ما احنا عارفين نتكلم، نفهم البروفيسور شو يقول بس ما احنا عارفين نرد، مستحيل، ما عندنا اللغة، نعرف شو يقول ونعرف الرد بس فينا نوع من التردد في الكلام. طبعا هذا ما طول، بعد كم شهر في الجامعة والاختلاط مع الطلاب، ولأن اللغة لما درسنا معهد اللغة الإنجليزية ما كان فيه اختلاط، كان المعهد كله سعودي، لذلك ما كان فيه يعني يمكن الفصل نتكلم إنجليزي ويوم نطلع قلنا نتكلم عربي. لذلك تعلمنا اللغة صراحة في الجامعة مع الاختلاط. وشخصيتك تكون علاقات أنت في الجامعة في تلك الفترة؟ جدا جدا. ذاك الوقت حنا مختلطين مع الأمريكان كامل، نروح لبيوتهم في الثانكس جيفينج، ونروح ما عندهم في الكريسماس ويعطونا هدايا، ويعني كل شيء يسوونه العالم كانوا يسوونه لنا صراحة. يعني كان مجتمع ما أعظم منه في ذاك الوقت. بأختر الورعان هذول اللي أعمارهم على 18 و19 جايين من السعودية، كانوا يعني يعاملونا زي أولادهم. لذلك تعلمنا في الجامعة. وأنا شو السبب الصراحة، لأن اللغة الإنجليزية ذاك الوقت كانت صعب علينا. قلت أنا جيد في الرياضيات والفيزيكس. قلت يا عمي خليك بهذا اللغة الإنجليزية فيه قليلة، كلها معادلات وأرقام، وأنا شاطر بالأمور هذه، معادلات وأرقام. خذيت حتى دبل ميجر، لأن إذا تأخذ تخصصين تأخذ إلكتف واحد اللي هو الاختياري. قلت أنا أخذ 2 حتى، وبعدين أخذت الاختياري إيكونومكس، بعد فيه شوي أرقام ومعادلات حتى تجنب الكلمات الطويلة في علم النفس ولا التاريخ ولا الدنيا. هذا اللي رحت باتجاهه، وتخرجت بالنوكلير فيزيكس والرياضيات، فيزياء نووية ورياضيات هنا في دنفر. موضوع الماجستير بعد ما تخرجت في أمريكا 82 ها؟ تخرجت عام 79 بكالوريوس. الماجستير هندسة المفاعلات النووية فيوجن، الالتحام النووي. أبى أشرحها لك بعد شوية. أنا لما تخرجت قال لي البروفيسور حقي الله يرحمه أكيد توفى الآن، اسمه دكتور جونسون، بروفيسور جونسون، قال لي مطلق ليه ما تقدم تروح جراجويت سكول؟ أنا ما فكرت فيها، لأن في أمريكا الطب الجامعي دائما كل واحد عنده أدفايزر أو موجهك، بروفيسور بنفس تخصص رياضيات والفيزياء وهذا. قلت له طيب شو أسوي؟ ما نعرف حتى. قال لي قدم كذا كذا، روح ادخل عناوين الجامعات، روح الجامعات الكبيرة دي، أعطاني لستة فيها. والله قدمت، وقدمت على جامعة ويسكونسن في ماديسون، وقدمت على جامعة كاليفورنيا، والله ما أذكر وينها بس مدينة، وبعدين قدمت على برينستون. المهم جاني قبول منهم كلهم. واحدة قالوا نقابلين بس ما نقدر ندخلك النوكلير رياكتور، المفاعل النووي، لأنك أنت ما أنت أمريكي. أوكي. بعدين جامعة برينستون قبلوني مع بعثة يسمونها سكولرشيب. عاد رحت أنا ماني عارف الفرق بين الجامعات. رحت للبروفيسور جونسون وقلت له يعني وش رأيك؟ طالع فيها قال مطلق أريو ستيوبد، أنت غبي، أحد تقبله برينستون ولا يروح؟
قلت والله يا بروفيسور جونسون أنا ما أعرف وش هي حتى برينستون. قال لي هذه من أعرق جامعات وأحسن جامعات أمريكا، خاصة بالإنجينيرينج والإيروسبيس والنوكلير. قال أينشتاين بروفيسور في الجامعة مات وهو يدرس بالجامعة دي. قلت خلاص يلا توكل على الله. ومن ده رحت ودرست عاد النوكلير فيزيكس. اللي دخلت أنا اللي أخذته هو الفيشن اللي هو الانشطار النووي، يعني تاخذ ذرة واحدة اللي هي يورانيوم 235 وتحت حرارة وكونديشن خاصة في المفاعل تنشطر، يطلع منها ذرات أخرى والكترونات وحرارة عالية وتولد كهرباء. طبعا ممكن تستخدم بأغراض عسكرية طبعا، ولكن الغرض الأساسي هو إنتاج الكهرباء. الفيوجن هو العكس، تاخذ ذرتين، واحدة ديوتوريوم واحدة تريتيوم، وفوق تجمعهم مع بعض بالقوة عن طريق البلازما بالليزر كمان، ويصير التحام نووي اللي هو بالضبط نفس اللي يصير بالشمس. الشمس هي مفاعل فيوجن بس يستخدم هيدروجين. جميل. هذا الفرق بين الاثنين. بعد تخرجت من الجامعة برينستون عرضوا علي الأجلس وجرين كارد زي الجنسية بس مقدمة الجنسية، بعده يعطونك الجنسية. أنا ذاك الوقت كنت برجع، قلت لا ما أبغى جرين كارد بس بشتغل. اشتغلت مع DOE يسمونه ديبارتمنت اوف انرجي أو وزارة الطاقة الأمريكية كنوكلير ساينتست، كعالم ذرة باحث بالجامعة، لأن المفاعل النووي موجود في الجامعة. الفيوجن هذا كان من أول المفاعلات اللي بنيت في العالم. قعدت عندهم سنة ونص من عام 81 إلى منتصف 82. بعدين مليت. كانت في شركة شل الأمريكية ذاك الوقت عندهم زي اليوم المهنة اللي نسميها احنا، كانوا جايين جامعة برينستون يبغون طلاب مهندسين. شفتهم وقلت لهم كذا كذا، قالوا تعال عندنا مشروع في السعودية، اشتغل هنا أول في تكساس في هيوستن، وبعدين إذا بغيت ترجع السعودية نرجعك، ما عندنا مشكلة. قلت والله هذا ممتاز. خلاص. أنت في تلك الفترة ودك إنك ترجع السعودية كنت ولا؟ كنت ودي، بس إني قلت لا أبغى أشتغل شوية، أعجبني الشغل هناك والحياة وهذا برا الجامعة طبعا. قالوا خلاص، صار لي يعني تقول فرصة والله تروح اشتغل ومتى ما بغيت تروح تقدر تروح. قلت والله هذه ممتاز. وش كان طبيعة عملك؟ كان أول شيء أول سنتين كنت مهندس أعلى في الريفاينري، سينيور انجينير في المصفاة، مصفاة البترول. وبعده لأنه في أمريكا ما عندهم فرق بالهندسة، هذا انجينير كيميكال ولا نوكلير ولا هذا، هو انجينير خلاص يتدرب ويمشي، لأن في متقاربين الكيميكال والنوكلير جدا، في قرابة كثيرة بينهم، والميكانيكال. اشتغلت في الريفاينري، وعقبه انتقلت إلى الكيميكال. قعدت في الكيميكال عدة مصانع شل في الكيميكال يجي 3 أو 4 سنوات. وعام 88 شركة شل عندهم برنامج للمهندسين المتفوقين حقينهم. إذا أنت من الجروب هذا، وأنا كنت ذاك الوقت من المجموعة دي، إنه إذا تجيب قبول من أكبر أو 10 جامعات الأفضل في الMBA في ماجستير إدارة الأعمال، ويعطونك الليستة: ستانفورد، هارفارد، كورنيل، كولومبيا، MIT، كل المجموعة. وكل المهندسين طبعا اللي كانوا معي يقدمون. قدمت طبعا بحكم أني متخرج من برينستون، القبول ما كان صعب في ستانفورد. ذاك الوقت كان يعني المعدل 1 من 42 يقدمون، جامعة تقبل 1. أنا كان الفرص حقي أحسن من غيري بسبب إني خريج برينستون. قبلوني. شل دفعوا لي راتبي كامل كأني أشتغل، ودفعوا تكاليف الجامعة. ذاك الوقت الجامعة ما هي رخيصة. جامعة هذه دراستك ما لها علاقة في البعثة السعودية؟ لا، هذه الثانية الMBA وما أدري ما لها علاقة. حتى الماجستير لما رحت الماجستير ما لها علاقة. ذاك الوقت البعثة السعودية ترى مو زي الحين، ما كان في متابعة، ما كان تخرج ولا يدرون أن تخرجنا أصلا. يعني ما كان الأنظمة زي كذا، الدنيا كانت مختلفة. حتى الكمبيوتر ما كان الكمبيوتر غرفة أكبر منها استوديو. تروح وتقدم الكروت حقك ويسووا لها رن وتجي تاخذها الصبح. كانت يسموها بانش كارد كانت زمان. طيب أبو حمد، بديت في إدارة الأعمال؟ بديت بعد ما خلصت الماجستير الMBA فاينانس في ستانفورد، رجعت لشل، لأنه شل فيه نظام إذا تروح 2 تشتغل 2. وكيف كان يعني راتبهم؟ كانت كل شيء كل شيء تمام؟ كل شيء تمام أبدا. ذاك الوقت كان راتب المهندس الكيميائي أو النوكلير وهذا في شل كان $32,000 بالسنة.
بس كان الفلوس مرة ممتازة بالنسبة لذاك الوقت، يعني الدولار يشتري لك مو زي الحين ما يشتري لك شيء. بس كانوا يعاملونك يعني كسعودي عادي. لا الراتب ما أقل لهم ولا دخل. ما له علاقة؟ ما والله ما هم دخل وش أنت جاي منه، ما لهم دخل. أهم أنت موظف إنتاجية وإنتاجيتك، والباقي والله بكيفك، ما هم جايبين خبرك ولا يطالعون وين جيت منه ولا رحت منه. واستمريت في شركة شيل؟ استمرت حوالي 7 سنوات أو 8 سنوات. وبعده صار حادث عندنا، عمي توفى من عمر يعني. وبعدين أمي عاد الله يرحمها كلمت وقالت عمك توفى، عياله صغار، انت الحين لازم تصير كبير العائلة والفخذ. القبائل تعرف عندها فخوذ وعندها يعني نوع ستراكشر حقت القبائل. أنا بصراحة كنت متزوج ذاك الوقت أمريكية، وعندي بيت وعندي سيارة، ويعني. أنت كم الحين صار لك سنة في أمريكا؟ لا كم الحين صار لي حوالي أكثر من 10 سنين، أو لا أكثر، وين جي 14 سنة 12 سنة 14 سنة. أنت كم التوتال عشته في أمريكا؟ 20 سنة. 20 سنة. 20 سنة. طيب وش اللي خلاك تجلس 20 سنة أبو حمد؟ يا أخي العمل أو الظروف كذا؟ الإنسان ما يحكم شيء بيصير فيه هو شباب. أنت تروح تقول والله أنا بتعلم وهذا بوم وبرجع أشوف ربعي، تعرف ثانوية أصحابي وربعي والشباب وحنا فينا القبلية كل ربيع نروح بالربيع مخيم وفقع ومقناص ودنيا. بس مع السنين يا أخي سبحان الله تبدأ الأمور هذه تقل، وتبدأ تنخلط أو خلاص تندمج في المجتمع الأمريكي. وخاصة لأني بعد زوجت أمريكية، شرينا أول بيت. زواج لك؟ أول زواج لي. شرينا بيت وسيارة، هي عندها سيارة وأنا عندي سيارة. هي كانت بروفيسور في جامعة رايس، جامعة معروفة في هيوستن. يعني خلاص ما عاد صراحة ما كان عندي طاري أرجع صراحة ذاك الوقت. كنت ترجع إجازات ولا ما ترجع؟ لا والله قليل، بعد ما اشتغلت يمكن بس 2 أرجع مرة، بس 2 3 سنوات أرجع مرة بس أشوف أمي وهذا. فجاك اتصال من الوالدة؟ جاء اتصال من الوالدة، وذاك الوقت وين التلفونات. بعدين في الثمانينات بس أنا لما رحت من الناس ما كان حتى الكهرباء توها داخلة، ما بالك التلفون. كلمت الوالدة وعاد قالت لازم تجي، يعني عيب ما يصير، عمك الكبير مات وعياله صغار والعائلة لازم أحد يجي، ما يصير. والله عاد اضطريت، قلت خلاص أرجع. تكلمت مع زوجتي الأمريكية، قالت أوكي باجي معك، بس ترى ماني متأكدة أني أعيش في السعودية ولا ما أعيش. ذاك الوقت الأوضاع كانت صعبة خاصة للنساء، ولا ما بالك حرمة أمريكية يعني، وكان يعيش حياتها وبروفيسور في جامعة، ويعني ما هي. جت معاي اسمها نانسي، الله يذكرها بالخير، ما أدري حية عاد ولا ميتة. قعدت حدود سنة في الجبيل، وبعدين رحنا إجازة لهيوستن في الصيف عند بيت أهلها. كانت الله يرحم أمها متوفية، كان أبوها موجود. أبوها كان رئيس شركة من أكبر شركات أمريكا ذاك الوقت، اسمها لتون إندستري، صناعة لتون. بعدين قالت لي والله مطلق شوف، إذا بتجلس في أمريكا أنا معك. إذا بترجع السعودية سوري أنا أسفة، ما خلاص ما أقدر أرجع. أنا حاس صراحة إنه هذا لأني ما ألومها، الوضع كان صعب ذاك الوقت، ما بالك حرمة وأجنبية ثقافة مختلفة والمعيشة كانت صعبة، وذاك الوقت المجتمع مرة مغلق والحريم ما يقدرون يطلعون، ومصيبة يعني ما هي بسهولة. أنا عارف شعورها يعني، أشوفه قدام عيوني لأني عشت معها بأمريكا وأشوف اللي صاير. ليه والله بعدين خلاص انتهينا بالطلاق، يعني طلاق حسن بيننا، ما صار فيه شكاوي ولا شيء. وقعدت في السعودية، اشتغلت مع شركة شل اللي هي شركة نصها مملوك شل، شركة صدف. شركة صدف نصها مملوك الشل، كان نص شل ونص سابق. فعودتك للسعودية بديت مع شركة صدف. صدف اللي كان من طريق شل. وش كان، هل بوزيشن معين ولا كنت؟ كنت زي ما يسمونه شيف انجينير، يعني مرتبة عالية لأنه عندي خبرة اوريدي يجي 6 سنوات. كنت في الكيميكال، وبعدين صرت مانجر للبروسيس انجينيرنج او مانجر الكيميكال انجينيرنج بالشركة. وبعد تطورت الوظائف اوبريشن انت جايب بيئة عمل أمريكية. هنا لصدف؟ لا صدف كانت أمريكية.
بيئة عمل كأنك في بيئة أمريكا. عمل كأنك في هيوستن. يعني ذاك الوقت عاد جت الكمبيوترات وبدأت الدنيا تغير. لذلك لا صادف ذاك الوقت كانت كأنك تتكلم الآن لما رجعت كان آخر الثمانينات التسعين. في شركة صدف أبو حمد في نعم. حد كان له أثر إيجابي نعم. بوجودك في شركة صدف؟ أكبر أثر إيجابي لي الله يرحمه عبد الله العساف، أبو عبد العزيز. عبد الله هو الأخ الأكبر لإبراهيم العساف، وزير المالية السابق. نعم. عبد الله يعني صار بشبه الأبوي، وكنا أصحاب مرة روح للروح. هو كان المدير التنفيذي؟ هو كان لا، كان أول مدير. أول ما جيت كان هو الفايس بريزيدنت، نائب الرئيس للادمنستريشن والإدارة. بعده أنا ترقيت من المجلس، اختار أنا صرت نائب الرئيس للعمليات والمهندسة، وعبد الله صار رئيس الشركة. وجدا عبد الله أثر علي كثير بالتزامه والعمل، وهو رجل ما هو مهندس، هو رجل متخرج اقتصاد من أمريكا، بس أنا كان عندي أبو عبد العزيز ذاك الوقت أحسن من المهندسين، يفهم بكل الأمور، كان ملتزم بوقته، ويجي الله يرحمه كان يكون في المكتب يعني 6:30 والساعة 4 يمشي. أنا دائما أحسده، وبعدين لما مشى راح البيت خلاص ما انتهى العمل. أنا ما أقدر للأسف، أنا العمل يبقى معي. ما قدرت أسوي زي أبو عبد العزيز الله يرحمه كان هذه الشغلة ما أخذتها منه؟ ما قدرت والله، ما هو قلة محاولات. الله يرحمه لما توفى جدا تأثرت كثير كثير كثير. الله رحمة الله عليه. في 1999 أنت انتقلت إلى الشركة السعودية للحديد. نعم. أنا انتقلت لسابق وأنا في صدف، من البداية انتقلت لسابق. كلها شركات تابعة أي صدف نص ونص، حديد 100%. في أثناء صدف انتقلت لسابق، وكان جزء من هذا أنه خدمتي متصلة. ما انتقلت كإيش بالضبط؟ كنت رئيس شركة صدف ذاك الوقت، كنت رئيس شركة. وبعدين زي ما قلت 99 محمد الماضي ذاك الوقت الله يذكره بالخير قال لي أبو حمد حديد كانت خسرانة 1 مليار بالسنة، وانت عندك قال لي خلفية بشل وتغير أشياء وتنزل التكاليف، ويعني معروف بالأمور هذه من شل حتى. قال لازم تشوف لنا حل مع حديد. تسمح لي، هنا بدت مرحلة مطلق مريشد بأنه دائما يبحث عن حلول أو يأتي عند شركات تكون خسرانة. أيوة. فبدأت صحيح. مع شركة الحديد. صحيح. صادف كان شوي، لأنه صادف كان الأمريكان أول يديرونها، وكانت مضبوط لأن الأمريكان يهتمون بالتكاليف جدا. فأنت وصلت الآن شركة الحديد. جيت حديد. عطني وضع شركة الحديد في تلك الفترة وكيف بدأت؟ أنا جيت حديد، كان المصنع المنتجات الطويلة اللي هو الريبار والصياخ والأسلاك ذاك الوقت. كان الحديد تنتج حدود 4.5-5 مليون طن إذا اشتغلت المصانع مضبوط، إذا ما اشتغلت مضبوط ينزل الإنتاج. وكان في مشروع توسعة ما توه بداياته للمسطحات الحديد. جيت حديد، طبعا أنا عارف من الماضي أن الشركة خسرانة وفيها مشاكل مالية وإدارية وما أدراك. وتركي الله يذكره بخير قال له شوف this is a deal، هذه الصفقة، أنا أروح بس ما أبغى تدخلات من الرياض، أنا أدير أموري، أنا مهندس وبنفس الوقت أنا مالي، القروض حقتي أنا أديرها، ما أحتاج المالية تسابق، أنا أدير أموري، والله إذا ضبطت الأمور كان بها، ما ضبطت الأمور مشوني، ما الوجه من الوجه أبيض. هذا أنت اللي قلته؟ هذا قلته الديل، هذه الديل. قال خلاص ديل، لأنه أسوأ شيء إنك إذا الشخص اللي زيي بيروح يغير شركة ويسوي ويعدل وفي أحد فوقك يقوم يتدخل، هذا ما تنجح الطبخة، تخرب الطبخة، لأن لا كثروا الطباخين خربت الكبسة، والبحر يقولون لا كثروا النواخذة غرق المحمل. لذلك كانت الديل. وبعدين جيت حديد، وصراحة أول شيء اجتمعت مع المدير العام من ذاك الوقت، إنه قل لهم يا أخوان أنا ما أعرف شيء في الحديد، أنا جاي الخلفيتي نووي مهندس درب، وكل حياتي بالمصانع البترول، الرفان، مصافي البترول والكيميكال، أنا ما أعرف شيء في الحديد، بس أنا أعرف شيء واحد اللي هو البوتوم لاين، آخر خط، اللي هو الأرباح والخسارة.
وانا لا اشوف ارقامكم تقول لي انكم بعد كم سنه ما حتبقون على في البزنس حقكم هذا حيصك يا بكره يا بعد بكره، لانه ما فيك بليون ريال في السنه، ما في شركه تقدر تستمر. قلت لهم يا اخوان لازم نغيره. جلسنا مع بعض، وكان في قبلي جاي كونسلتنت جايبينه هم مستشار جايبينه حديد، قعدت وياهم هذول المستشارين شو ما عندهم سالفه، ياخذون فلوس على الفاضي. انا كنت اضحك على المستشارين دول اللي كونسلتنت تسميهم بياعين حدسي، يجونك يستمعون لكل واحد ويحطون حدسي ربعك وعقبه يجيبونه لك سلايدز وكذا وشيء عدل والوان. قلنا لهم لا انا كونسلتنت عمري، انا ما احتاج الخرابيط هذه. بس وش ابرز القرارات اللي اتخذتها لتخفيض اول اصعب قرار اني لما عرفت من شركه المانيه متخصصه في المعادن، جبتهم قعدوا حوالي شهر او شهرين، اسمهم رونالد برجر. عرفت انه عدد العماله عندي مخيف، يعني الناس اللي يسوونه برجال كنت اسوينها برجالين ونص. اول شيء سويته وقفت التوظيف. ثانيا اجتمعنا مع المدراء العامين وقلنا يلا كم انت عندك؟ هالقد. اسمع، هذه الدراسه اللي جايتك من رونالد برجر، وهذه يقولون لك معدل مش الافضل ولا الاسوأ، يعني الافضل اقل بكثير. خلينا اول نبدا بالمعدل الافرج. يقول انك اذا عندك 100 ما تحتاج اللي يمكن 40 او 45. ذلك يا شباب انتم عارفين المشكله، وانتم تعرفون ان شغلكم احسن مني، بس انا اقول لكم لازم وميت، يعني لازم نجيب ارقامنا مثل الارقام هذه. وهذه العمليه انا اول ما سويت قلت انا ما ابغى اوقع الاوراق اللي تجيبوا لي، ذبحتوني بالاوراق. اول كله كمبيوتر. قالوا احنا ما نعرف. قلت اللي ما يعرف يتعلم، ولا ترى لا حتى جازتك لا جتني كتابيه ماني موافق عليها الا ترسلها بالكمبيوتر. لا قلت الناس كذا يتعلموا بسرعه يتعلمون. بعد من خلال سنه نزلنا العماله من حوالي 5700 الى تقريبا 3100 شيء. وصلت 300 يعني موظف؟ مشينا اكثر من 2800. وش قصه 300 موظف انجليزي؟ هذه له قصه. بدت هي انه في الجبيل الفندق في الهوليدين، كانوا الغربيين يروحون هناك على البحر عائلات يقعدون بالشمس وهذا. وكانت ذاك الوقت كنت طلقت من الأمريكية، وبعد فترة تزوجت ألمانية. كانت زوجتي الألمانية وجانا ولد الحمد لله حمد، كان صغير. كنا نروح البحر الجبيل مع الغربيين طبعا، لأن ترتاح هي بحكم وضعها غربية، لو أنهم ما هم ألمان إنجليز، بس كان في ألمان بعد. كانوا على البحر، وشفت مجموعة من موظفين حديد الإنجليز على البحر عادي، يعني ما في شيء. بعدين سبحان الله لما جيت المكتب كان عندي سكرتير فلبيني اسمه سيزار. قلت سيزار شيك لي الأوفر تايم بالويكند هذا اللي راح، ذاك الوقت كان الإجازة الخميس والجمعة. قلت شيك لي، تبي تشوف الناس اللي مداومين في الويكند. بالضبط. لقيت ان هذول الملايين بالبحر وحاطين اوفر تايم. عرفت انه في عندي مشكله كبيره. مسكتهم واحد مع كل مدراهم، يعني انا ما جيتهم هم على الطريق مديره. قلت حبيبي هذول حقينك حاطين اوفر تايم وانت موقع الاوفر تايم، والجماعه انا بعيوني شايفهم على البيتش، على السيف، على البحر في الفندق الهوليدين ذاك الوقت، قبل ما يسمونه، قبل ما يتغيروا يصير انتركونتيننتال. حبيبي عندكم مصيبه. المهم انتهينا، مشينا اكثر من 300 انجليزي، وكانوا الانجليز عاد اولموست يهاجموا ام حمد حتى بالسوبر ماركت، يعني صار وضع سيء. كانوا يرمون زباله قدام الباب في الليل. الى هذه الدرجه؟ لهالدرجه يعني مهاجمه عائلتك؟ حتى شمخوا السياره، واحد بالمفتاح شمخ السياره. طبعا ما ادري منه، بس المهم عاد اعطوني الاسم انا اسمي مطلق مريشد. وكان ذاك الوقت اللي صاير في بوسنيا ايام الصرب مع بوسنيا والحرب
التطهير العرقي، قالوا مطلق مسوي اثنيك كلينزنج في حديد، تطهير عرقي للانجليز من حديد، قالوا مطلق ما هو مطلق مريشد ملاسوفيتش. كانت ضحكه بالجبيل انه ميلان ملاسوفيتش. انا قبل ما اطلع من شركه الحديد ابغى تعطيني الملخصه، يوم انت وصلت كانت هذه مستوياتهم، ولما خرجت وش كانت النتائج؟ النتائج لله الحمد طبعا، وتوفيق من الله طبعا، ولكن العمل يعني الواحد يقول والله أنا رضي الله عن عمر بن الخطاب يقول السماء لا تمطر ذهبا وفضة. يعني أنت ما فيك والله تجلس وقول أنا الله بيرزقني، يا أخي لازم تروح تشتغل، لازم تسوي شيء. احنا لما غيرنا الشركة نزلنا تكاليف بشكل مخيف، بدأت الشركة تربح. وكمان شغلنا مصنع المسطحات، كانوا بيجيبون 1800 من الهند ذاك الوقت، وقفتهم كلها. قلنا لا، هذول السعوديين وبعض الأجانب الزينين اللي ممشيهم خلينا ناخذ جزء منهم ونخليهم يشغلون مصنع المسطحات. شغلناه بنفس الناس جزء منهم. بنهاية السنة أنا لما مشيت من حديد كان عدد العمالة في الشركة مجموعة أقل من حدود 2900. تصور من 5700 زايد 1800 اللي كان بيوظف، وكانت الانتاج حدود 5 مليون 4.5، لما رحت كانت 6.5 مليون. تصور فرق انه كيف اذا حسنت الانتاجيه كيف الناس. وفي شيء مهم يا عبد الله يقولوا الواحد يعني كل اي شباب يقدر يتفهم، مساله اول شيء تلاحظه اذا صار في مشكله في شركه هو مساله الحضور. انا عارف في ناس حضور، عارف في ناس يقول لك انه الحضور مو ضروري، انا اجي متاخر بس اسوي الشغل وامشي. لا حبيبي، هي ما هي مساله تمشي الشغل، صح كلامك صحيح، ولكن هي مساله انضباط، هي مساله توريك الشخص اللي فعلا ملتزم. اول ما شفت في حديد جيت الا العالم ما تجي للساعه 10. انا جاي من صدف، الناس 7 في مكاتبهم، والنظام يقول 7:30 بس هم 7 في مكاتبهم، وهذول بسلامتهم بما فيهم مدير الشؤون الموظفين ما جنرال مانجر مدير عام بعد ما يجون للساعة 9-10. انت وقف عند الباب الساعة 7، انت بنفسك توقف عند الباب، عند باب الفنس او شو اسمه السور، السياج حق الشركة. كنت اوقف اسولف مع حقين السكيورتي، وكل واحد يمر اقول اهلا صباح الخير، بس لا اخذ رقم سيارته، لا اخذ لا اسمه لا شيء. اقعد لين تجي الساعة 8:30-9 كذا وارجع المكتب. وش الفكرة؟ الفكرة انه الناس تستحي، الناس في وجهها دم. يعني والله من بعد اسبوعين من وقوفي على البوابة على الجيت، والله نسبة الناس اللي تيجي متأخرة يمكن نزلت الى 20%. 20% بما فيهم مدير عام الموظفين اسمه ابو علي، الله ما بقول اسمه، الله يذكره بالخير. لاحظت انه ابو علي قام يجي بدري، وأنا كنت بتكلم معاه طبعا ما بصبر عليه لأنه هذا مدير عام، لأن الناس الموظف الصغير يطالع اللي فوقه. إذا فوقك حبيبي يقول لك تعالوا هو ما يجي إلا متأخر، كلام غير منطقي، ما في أحد. الأفعال هي المقياس مو بالكلام. جيت أبو علي قلت أبو علي أنا بسألك إيش صار حبيبي؟ شلون أنت كل وقتك من جيت لك شهرين، مني أنا جيت لي شهرين وأنت ما تجي إلا 9 ولا كذا. قال لي والله يا ابو حمد شوف انا والله استحيت، رئيسي كل صبح واقف على الباب يسلم علي وانا جاي متاخر، انا اللي وجه يا ابو حمد بوجهي دم، استحيت ما عاد اقدر. مرات مو ضروري بس تروح تكلم الموظف او هذا انه والله ترى شغلك مو بزين ولا هلون، بس انك توري الناس تلقطها وهي طايره، الناس ما مغبيه يلقطونها. السنة كم طلعت من شركة حديد؟ طلعت عام 2001 وبعدين صرت رئيس مجلس الإدارة، وكان ما هو اختياري، وكنت معارض لأنه أنا ما أؤمن أبدا، أنا ضد فكرة أنك تأخذ رئيس تنفيذي وعقب ما يترك أو يتقاعد تحطه رئيس مجلس إدارة. هذا أنا عندي أبدا لا، لأنه ما يعطي الفكرة اللي عندك يعني. الفكرة أنه وجود الرئيس القديم فوق هالجديد المسكين ما بيخلي الرئيس الجديد يطبق أفكاره ويسوي تغييرات، لأنه كل ما جاي يغير شيء وأنت الشيرمان والرئيس المجلس يقول يمكن هذا يعني أنت غلطت، يعني كأنك ما سويت شغلك صح، يكون في تردد. لذلك أنا أؤمن أنك خلاص تحط رئيس جديد
لا تحط الرئيس القديم رئيس مجلس. خلاص بتحط رئيس مجلس على عيني وراسي، حطه بشركة ثانية وليس نفس الشركة. سو قعدت سنة واحدة، حتى قلت الماضي أنا ما أبغى. قال لا وتغيير وهذا وما أدري. قلت أوكي. قلت بعد سنة قلت بتركي اسمح لي. أنا ما راح أقول أفضل قرار اتخذته في تلك الفترة، أبي أسوأ قرار اتخذته. أسوأ قرار اتخذته يتعلق في شركة GE بلاستيك. احنا شرينا GE بلاستيك وسميناها سابق انوفيتيف بلاستيك أو سابق البلاستيكيات المبتكرة عام 2008. وكان ذاك الوقت وقت السبرايم اللي هو الأزمة المالية اللي مرت في العالم. كان وضع مرة صعب، مرة صعب. حتى لما خلصنا الديل وخذينا البوند حقنا كان الوول ستريت قابلوني بأول صفحة وقالوا the last bond clear the market. آخر سند طلع من السوق قبل ما يصك السوق. آخر سند. حنا تأخرنا بالدمج الجي بلاستيك سابقا أو سابقا انوفيتيف بلاستيك وسابق البلاستيكيات المبتكرة. تأخرنا بالاندماج وخليناها شركة لحالها لمدة يمكن 5 سنوات، وهذا ضر فينا لأن تكاليفها عالية، وهذا وضرنا شفناها لأنه لما تأزمت أزمة السبرايم هذه الأزمة المالية اضطريت أنا أبو تركي سألني لازم تروح تدير الشركة سابق اللي في أمريكا حقت الجي بلاستيك وسابق يوروب لأن كلها عندهم خسائر مخيفة. صرت أداوم أسبوع بالشهر في أمريكا بيتسفيلد مدينة، وأسبوع في أمستردام، وأسبوعين في الرياض. ومشينا حدود 25% ذاك الوقت من الموظفين حق سابق يوروب. طبعا الهولنديين كرهوني كره لأنه وش جايبه هذا اللي من السعودية بس وفصل الهولنديين. ما نقدر شلون يعني نصرف عليكم يعني ما يصير. الشركة لازم تصير ربحانة توقف على رجليها ولا احنا ما احنا جمعية خيرية نصرف. سابق أمريكا سابق الجي بلاستيك القديمة كانت لا منتجية أفضل، مشينا حدود 10-15%. وبعده الحمد لله تصلحت الأمور، بدأت السوق طبعا بدأ يتحسن ودخلت أرباح ضخمة بذاك الوقت بعد التعديلات وهذا. الخطأ أنا أعتبره بذاك الوقت كبير هو قضية التأخر في الاندماج. مثلا شركة BASF الألمانية طبعا شركة لها 280 سنة، هذولا من تشترون شركة تنام الليل تصبح المكتب تجي المكتب كل شيء BASF. كل شيء. حنا هذا اللي مفروض ذاك الوقت سوينا بس خلاص ما تقدر 5 سنوات كشركة منفصلة تقريبا. إيه. يعني تحت سابق ولكن منفصلة ما اندماج. الاندماج صاد بعد 4 أو 5 سنوات. فكنت تتمنى أنها كانت مندمجة مع سابق في تلك خلاص الآن انتهت من زمان. في 2015 هنا برضو نقطة تحول جديدة. نعم. أصبحت الرئيس التنفيذي لشركة تصنيع الوطنية وهي كانت خسائرها كبيرة جدا. صحيح. عطني أيضا السيناريو لما وصلت لشركة تصنيع. صراحة يعني أنا أقول لك بالبداية ليش رحت أنا التصنيع. أنا أقول لك كنت المدير المالي السابق CFO الرجل الثاني في الشركة وما أخفي عليك كنت مبسوط وعلاقتي مع أبو تركي جيدة وكل شيء. بعدين بدأت أمل وبدأت الأمور تتغير وصارت أشياء ما أقدر أتكلم فيها. وكنا على عشاء بيت عمي عبد المحسن الصالح وجاء أبو عبد الله مبارك الخفرة وقال لي مطلق نحتاجك ليش ما تجي عندنا. أنا ما كنت صراحة مفكر نحتاجك في شركة تصنيع. قال أنا عارف واحد ألماني بودي حق ماكنزي كان هو رئيس ماكنزي في الشرق الأوسط وأوروبا، قالوا تكلم معك وانت قلت له ممكن. أنا ذاك الوقت خلاص بديت الصراحة أفكر لأني بعد 14 سنة كمدير مالي الإنسان يمل. مليت ولا في يعني اختلاف وجهات النظر؟ في كان اختلافات، في بعض الاختلافات ما أقدر أدخل تفاصيلها. إيه. كان فيه بعض الاختلافات. قلت خلاص that's it. أنا وأبو عبد الله وقعت حتى العقد مع التصنيع في بيت عمي أنا ومبارك الخفرة. الله يطول عمره كرئيس تنفيذي لشركة التصنيع. جيت التصنيع في يناير 2015. بس اسمح لي أبو حمد، هل صارحوك بأنه هذه أوضاعنا المالية احنا جايبينك لكي تنقذ كالعادة؟ الحقيقة وابو عبد الله ممشور لو هو هنا بيقول صحيح
لا أنا ما دخلت بالتفاصيل، ولا ذاك الوقت ما صرحت طالعت قوائمهم المالية، شفت بعض الأشياء بالتداول يعني أشياء عامة، بس ما تصورت الوضع سوء اللي شفته بعد ما جيت. دائما داخل البيت تكون يختلف من برا البيت مهما يكون، مهما يكون أحد يقول لك، مهما يكون لما تكون داخل الأمور توضح. بس هل هذه من عادتك أنك أنت توصل للمكان أو قبل ما توصل ما تعرف يعني تفاصيل لا عنه؟ والله ما بصراحة ما كنت، لأنه ذاك الوقت التصنيع كان بالإعلام عندها أرباح، بس للأسف اكتشفت أنه الأرباح بآخر سنة كانت قرض مأخوذ من البنك 2 ريال ووزع كأرباح. لذلك ما كان الشيء اللي أنا أسويه في سابق المدير المالي مستحيل ياخذ قرض يوزع أرباح، هذا مستحيل. طبعا في ناس يؤمنون بالطريقة ثانية، يؤمنون أنه خذ قروض ووزع أرباح، طبعا هذا أحترمه، بس هذا ما هي طريقتي، هذه ما هي طريقتي. لما جيت وشفت الوضع أنه مخيف. عندي 9000 موظف، أكثر حول العالم. طبعا تصنيع كان عنده شركات برا كثيرة زي سابق، بس طبعا أصغر بكثير من سابق. القروض علي 26 مليار ونص. القروض كلها فيها كلاوز أو بنود تمنعك أنك تعطي أي أرباح، وهذا منطقي. أنا بنك أعطيتك فلوس تروح توزع أرباح؟ حبيبي ادفع فلوسي أول. يعني شفت وضع سيء، وصلنا لمرحلة أنه بعنا كثير من أسهم اللي تملكها تصنيع حتى ندفع الرواتب. يعني وضعنا كان صعب. الناس اللي برا ما يشوفون، بس الناس اللي داخل تشوف، خاصة يجيك رئيس تنفيذي بخلفية 14 سنة مالية. المصانع لما شفتها أنا جاي من سابق، المصانع ما تشتغل مضبوط. كيف ما تشتغل؟ الكراكر في شت داون، في توقفات. ما مفروض المصنع الإثيلين مفروض يشتغل 24/7/365، غير هذا غير مقبول. يوميا طول السنة 24 ساعة. أوكي يوم بس سنة على عيني وراسي يصير عندك كهرباء تنقطع عنك، هذا مو بذنبك. أجل وش كان هم يعني كان ما في شيء، في مشكلة في التشغيل. واحد من مصانع الBDH أو حق البولي بروبلين في مشاكل في يسمونه ويست هيت بويلر، اللي هو الخلاية اللي تطلع الستيم، البخار. من كل سنة كذا يصير فيه مشكلة ويطفي مدة أسبوع. المهم جيت أشوف مشاكلي تشغيلية ومشاكلي مالية. قعدت مع الأخوان هذا ولا كلهم، جلسنا، وكان ذاك الوقت التصنيع جايبين ماكنزي مستشار قبل أنا ما أجي. أوكي ممتاز، ما دام موجود الحين العقد معاه ما تقدر تطلع منه، خلينا نستفيد. سوينا زي حديد، يلا ما أبغاكم تغيرون لي، أنا أدبر أموري، بس قولوا لي وش المنافسين حقي بنفس العملية حديد، كم الأعمال اللي عندهم، كيف التشغيل حقهم، كم يوم يطفون بالسنة. أنا عارف من سابق خاصة في الكراكر، بس في البولي بروبلين هذا المصنع ذا خصيصا كان أول مصنع يبنى في السعودية، ما في كان أحد عنده شيء. بعدين المتقدمة بنوا مصنع الكوبي من المصنع هذا مع التعديلات اللي حديد اللي تصنيع عطوهم، بس كان هو صورة طبق الأصل من مصنع حديد، من مصنع تصنيع. جلست مع حقين الكراكر، قلت لهم أنا قاضي حياتي في المصانع الإثيلين، في هيوستن مع شال وفي سابق. لذلك يا شباب قولوا لي إيش مشاكلكم، إيش فيها؟ هل في قلة خبرة؟ هل في عدم صيانة مضبوطة للمصانع؟ هل المعدات فيها ناقص؟ اكتشفت إنه التكنولوجيا المصنع اللي باني المصنع هو شركة ليندي الألمانية. شركة ليندي هم أول من اخترع الإثيلين، يعني مصنع إثيلين من ليندي. هقول لك أنا شايف مصانع سابق 11 أو 12 مصنع ليندي من أفضل مصانع الإثيلين. جلسنا وجبنا الليندي، وبعدين بدينا نصلح مشاكلنا شوي لين طلع مصنع يشتغل. العام الماضي هذا اللي فات بس 23 أعلى إنتاج تاريخ المصنع من بني. موضوع تقليل الخسائر لا، نزلنا العمالة أول شيء، آخر من خلال عام نزلنا العمالة من 9000 شيء إلى 6000.
شوف في الام بي اي يدرسونك عمليه بسيطه، انه اذا تجي شركه خسرانه اول ما تطالع فيه تشوف تصلح بيتك من داخل. اذا الجدار خربان برا لا تطالع فيه، صلح اللي داخل. احنا صلحنا اللي داخل، صلحنا الموظفين، صلحنا التشغيل، لقينا المشكله ما انتهت، لا نزال مصيبه، عندك 26 مليار ونص فوق راسك زي السيف اللي ما ادري متى يطيح عليك. بعدين قلنا لازم أجل نغير القروض، لأنه البنك ما بيغير قروضه وانت ما سويت شغلك وواجباتك. بعدين رحنا البنوك وسوينا جدولة لكل القروض. قروض كانت على 3-5 سنين غيرناها ل7 أو 10 سنين. طبعا يكلفك هذا شوي زيادة، بس هذا يعطيك مساحة بتقول تريح شوية، لأنه ذابح الكاش حقك هلكان. لذلك مددناها مع البنوك. بعد تشوف هل المشكلة اختفت أو ما اختفت. ما اختفت للأسف، لأن ذلك الحين لازم تغير رأس المال حقك أو الأسد، الأصول. يعني تبيع شيء منهن، مثل اللي عنده عيال 3 ويكتشف أنه ما يقدر يعيشهم، وآخرته يطالع فيهم ويقول والله أحبكم كلكم، بس هذا يعني شوي أقل، يروح يتخلص من الولد هذا. مثال يعني صعب بس هو زي كذا. أنت الآن بتبيع واحدة من شركاتك. شفنا الشركات اللي نبغى نحتفظ فيها يسمونه كور بزنس أو البزنس اللي أنت فيه، لقينا هو الحين في الكيميكال. رحنا ودمجنا كريستال مع شركة ترانكس الأمريكية بفلوس وإكويتي، يعني خذنا $1,670 مليون ونملك 25% من الشركة المكونة من الشركتين. هذا أعطانا فرصة كبيرة. دفعنا 7 مليارات من القروض لأنه ريحنا، لأن قروض كريستال كانت مضمونة من التصنيع، ما تقدر تصنيع تتخلى عنها، مستحيل، لأن عليها ضمان. تخلصنا من القروض هذه، بدينا ننزل القروض 26 مليار ونص. ما نقدر نعطي أرباح لأنه وراك قروض، والقروض هذه فيها بنود ما تخليك توزع أصلا حتى لو تبي، مو على كيفك. بعدين بدت الشركة تتحسن. ثاني سنة أو من ثاني سنة بدينا نربح شوية، بعدين بدينا نربح زيادة، بعدين جتنا سنوات صعبة ربحنا. بس أهم شيء إنه بنهاية الربع الثالث أو الآن الربع الرابع نزلنا القروض من 6 مليار ونص إلى 5 مليار 800 مليون، يعني 21 مليار. 7 كانت من كريستال والباقي من الأرباح والإطفاءات حق الدبرشيشن حق الشركة. ورأس المال المساهمين، العائد على المساهمين رأس مالهم ارتفع من حدود 7 وشوي 8 إلى 9 وشوي 10 للمساهمين. لله الحمد، يعني الشركة رجعت على الطريق الصحيح عقب شيء مرة وضع كان صعب جدا. أنا والله بعض الليالي ما كنت أنام. عشان الصورة تكون واضحة لنا أبو حمد. نعم. أنت لما جيت 2015 كم كانت خسائر تصنيع بالرقم؟ كم مليار؟ بالرقم 15 ما كان في خسارة، أنا جاي من 14. مشكلتنا جت ب16-17 وصلت 1,300 مليون سنة واحدة. مليار؟ سنة واحدة 300 مليون. وعقب السنة اللي وراها جو الحد 600. وضعنا كان مزري. والآن الحمد لله الآن أرباح. السنة هذه مع صعوبات السنة ذي 23 تعتبر يعني من أصعب السنوات اللي مرت على صناعة البتروكيميكال. يعني أنا صار لي 35 سنة في البتروكيميكال، ما شفت أسوأ من، يمكن صار في قبل نسيت، بس من أسوأ السنوات هي 23. لذلك لا الحمد احنا سكرنا 23 بربح 175 مليون. لكنك مريت في سنوات صعبة اللي هي مرحلة كورونا، هبوط أسعار النفط، كيف تعاملت معها؟ هذا مر علينا بس ما كان أسوأ من 23. كورونا كانت السوق أوله وبعدين هبط شوية، وما كان يعني أرباح قليلة، طبعا قليلة مرة، وعليك قروض كبيرة. مشكلتك القروض. جانا وقت يا عبد الله الانترست أو الربح على القروض اللي ندفعه كان أكثر من مليار بدون رأس المال، بس الربح على القروض مليار. هذا يذبحك، قاتل. لذلك في كورونا كانت أمورنا لأن بدينا قللنا القروض، ولكلي في ترى وقت كورونا سعر الفائدة كان نازل مرة بال1 و2.
لذلك كانت شوية القروض الثقل حقها كان أقل، ونزلناها طبعا، نزلناها كبير. لذلك مانجد يعني قدرنا نتكيف مع كورونا. وجت 21 صار سنة انتعاش، صارت أرباح ضخمة، وصلنا 1,300,000,000 مع مشاكلنا اللي كنا في جيزان لها الحين مع سلاقر، كان السبونج الحين الحمد لله جيزان تحسنت وتشتغل، والسبونج الآن ربحانة، سو أمورنا تحسنت جدا جدا. أبو حمد، أنت عودتنا على الشفافية، وأنت دائما تطالب الشركات بالشفافية، صح ولا لا؟ صحيح صحيح. لذلك أنا بجي عند هنا نقطة مفصلية أيضا، أيوة. وهي اللي كانت حديث الناس خلال الفترة الماضية. أنت طلعت مع الزملاء في قناة العربية قبل كم يوم، صحيح، وكنت تتكلم عادي وتتكلم على موضوع الأرباح وإلى آخره. نعم. بعدها بكم يوم طلع لنا الخبر، وأنا بقرأ لك الخبر. أعلنت شركة تصنيع، لا عشان الجمهور تفضل بس يفهم. أعلنت شركة تصنيع الوطنية قرار مجلس الإدارة بتاريخ 6/3/2024 بقبول استقالة المهندس مطلق بن حمد مريشد من منصب الرئيس التنفيذي للشركة، اعتبارا من التاريخ الموافق 31/3/2024، وذلك لرغبته في التقاعد. أوكي، خليني أقول لك الصحيح، وأيام ريلي زي ما قلت أنا شفاف وأقولها كما هي. تفضل. أولا، ما في علاقة نهائيا بين المقابلة هذه اللي في العربية وقضية استقالتي. أنا كنت مخطط أتقاعد مع طبعا موافقة المجلس، لأني أنا في المجلس كمان، أنا الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة. أنا كنت مخطط أتقاعد بحدود 26 أو شيء، وكنت مجهز حتى البديل، ومجهزين بديل للبديل بوظيفته، والبديل يعني من أول معروف، فواز الفواز أبو محمد، ونعم الرجل، وأعرفه من 30 سنة يمكن، معاي من ذاك الوقت، وهو جاي معاي للتصنيع من سابق. ولكن صارت ظروف ما أقدر أتكلم عنها، ما لها علاقة أبدا في المقابلة الأخيرة نهائيا. ظروف داخلية في الشركة؟ لا، خارجية. خارجية. صارت ظروف خارجية اضطرتني أني أستقيل. ما أقدر أقول ما أقدر أقول وش هي، بس إنه صار ظروف. مجلس الإدارة في شركة تصنيع كان عنده خبر من بدري يعني أنك أنت راح تقدم استقالة؟ لا، أنه بقدم استقالتي لا، ما عنده خبر. يعني أنت فاجأتهم؟ يس أنه يا صح ولا هو صح. كان في نقاش سابق على بعض المشاكل الخارجية، لا علاقة فيني، وليس لا علاقة في المجلس، ولا علاقة في التصنيع. لذلك أنا قررت الاستقالة لمصلحة الشركة. هذا اللي صار. أنت قررت استقالة من مصلحة الشركة؟ نعم يس، خلاص. هذا كان القرار صراحة. يعني طيب. ما له دخل في المجلس، ما له دخل في هذا. صارت ظروف صعبة ما أقدر أتكلم عنها، وخلاص. بالنسبة لك يعني رحلتك الآن من 2014 في شركة تصنيع إلى 2024، هل كان مجلس الإدارة راضي على النتائج، راضي على كل شيء، أم كان في اختلاف وجهات نظر؟ جدا أبدا، لم يكن يوم. أنا شفت بعض السوشيال ميديا، ولهذا أنا أطرح تساؤلات الناس. لا كلامك صحيح، ولهم الحق يسألون، ما في شيء. لا أبدا، ما كان بيني أي مشكلة مع أي واحد من مجلس الإدارة أبدا، ولو كلهم موجودين اليوم هذا بيقولون نفس الكلام. ما في شيء، ظروف خارجية عن الإرادة. وصار اللي صار، وأنا قررت أستقيل. بشكل شخصي أنت راضي عن تجربتك في شركة تصنيع الوطنية؟ جدا جدا، حتى خروجي منها راضي عنه. حتى خروجي أنا على قولة الأمريكان happy with myself، يعني مرتاح مع نفسي، وأنا في سلام مع نفسي، ما عندي مشكلة. يعني بالعكس زي ما يقولون رب مضارة نافعة. ما أدري الخير وين فيه. بالعادة لما تقدم استقالة أو تطلع من أي مكان تبدأ العروض شركات. هل الآن فيه شركات عندها خسائر وقدمت لك عروض؟ لا والله، أنا أكثر ما قدم لي أنت من الإذاعيين، ما يجوني يقول تعال ناخذ البرنامج، ولا تعال متحدث. لا بينك أنا صراحة أبغى على قولتهم clear my mind، يعني أبغى أنظف مخي أو أفضي مخي شوية وريح لي فترة، وبعد الفترة هذه وبساعد فواز إذا احتاج مساعدة طبعا،
ماني صراحة مسوي شيء. يمكن أطلع الخليج كذا أجلس لي كم يوم، أو أطلع أوروبا أجلس كم يوم. ما عندي الصراحة مخطط، والله الحمد أنا مبسوط مع نفسي والحمد لله، وأموري طيبة. لذلك ماني مستعجل الصراحة، ماني مستعجل. ما عندي ذاك يعني إني محتاج، ولا الحمد ماني محتاج إني أروح أركض أدور وظيفة. لا، ما عادوا نفس الوقت الماضي اللي كان هذا. هو مو إنه يعني يدور وظيفة، ولكن الشغف في العمل. أي صح. أنا من النوع اللي يسمونهم وركهوليكس، يعني مدمنين. أنا أنصح الأخوان اللي داخلين أو يصيرون رؤساء شركات، وهذا أنا أقول لك واحد من مصائبي الكبيرة إني ما أقدر أتخلى عن العمل وأنا في بيتي ولا في إجازة مرة، لدرجة إنه حياتي العملية كانت، أكون صريح، كانت أهم من حلقتي العائلية. يعني أنا صرت متزوج مكتبي ومتزوج الشركة. يعني كنت زوجتي الأمريكية من أول، ومحمد الله يذكره، وزوجتي لاما هالحين لطول عمرها. يعني صبروا علي الصراحة، لأني أنا متزوج الشركة. يعني أنا أشتغل الوقت كله، حتى إذا ماني في المكتب، على الكمبيوتر، على الإيميل، على الواتساب، على مدري وشو. أنا يعني فجعت. ولدي حمد الآن عمره 33 كبر، ما شفته. أول صار في بوردنج سكول، المدارس الداخلية في بريطانيا، كنت أشوفه يلا بالست شهور أو بالسنة، وكبروا ولا كنت أنا فيه. هذا أنا أعتقده واحد من أخبر أخطائي أنا الشخصية لي أنا. وأنصح الناس اللي يقدرون يوزنون بين الثنتين. أنا ما قدرت أوزن صراحة، إنه اللي يسمونه family and work، يعني عائلة والعمل. إذا تقدر، وأنا أؤمن إنه الإنسان لازم، بالأسف الآن بالنسبة لي خلاص متأخر، too late على قولتهم، مع الأمور هذه خلاص ما عاد تقدر تغير فيها شيء. بس الإنسان صراحة يجب إنه يخلي وقت للعائلة ووقت للشغل. يعني هذه نصيحة مني اللي مريت ما عملت أبدا بنصيحتي للأسف، لأني ما أقدر، زي ما قلتي على عبد الله عساف الله يرحمه، راح الساعة 4 خلاص يفصل العمل، خلاص انتهى. أنا ما قدرت. أنت عندك وجهة نظر في السيارات الكهربائية، ذكرت أنها أكثر تلوث من البنزين. نعم، أنا عندي وجهة نظر، لأنه مو بسبب أني جاي من بلد بترول. أمريكا من أكبر بلدان البترول، حتى أكبر منا. شوف، أنا رجل ساينس، أؤمن بالعلم وليس العواطف. لو نظرنا للسيارة الكهربائية من المهدي إلى اللحد، احنا لازم ناخذ الأشياء كما هي. ما تجي بس تاخذ لي السيارة وتقول هذه والله ما تطلع ثاني أكسيد الكربون، سو معناها أنها كويسة. لا حبيبي، لازم ننظر لسلسلة حياة السيارة دي، من ولدت وش دخل فيها حتى تولد إلين تروح شو اسمه نهاياتها. تاخذ السيارة الكهربائية، أولا البطاريات هذه مصيبة، لأن هذه فيها ليثيوم، معدن الليثيوم. معدن الليثيوم هذا معدن نادر في الكرة الأرضية، يعني يبغالك تحرك ملايين الملايين الأطنان حتى تلقالك كم كيلو. معنى هذا تدمر وجه سطح الأرض. كثير مناطق العالم الآن متدمرة، لو شفت تشيلي وغير تشيلي اللي فيها هذا الليثيوم. ثانيا كمية البلاستيك، كانوا يقولون البلاستيك وبلاستيك، ويقولون لا مو بزين. طيب حبيبي، سيارة الكهربائية فيها بلاستيك يجي 5 مرات زي السيارة العادية، كلام غير منطقي. ثانيا إذا سيارة كهربائية والكهرباء تجيك من محطة فحم، فأنت لا رحنا ولا جينا. أنت الآن أسوأ من سيارة الاحتراق الداخلي والمحرك الاحتراق الداخلي. هي إذا بتقول لي والله الكهرباء جاية من الشمس، إن بنهايتها بنفصلها وبنوزعها، ترى الديسبوزل أو التخلص من السيارة الكهربائية صعب جدا، لأن المواد اللي موجودة بالبطارية مي بس ليثيوم، موجود عدة معادن مختلفة، كوبالت واحد منهن وغيره، واستخراجها ثاني مرة وترجيعها تدويرها صعب جدا. السيارة المحرك الديزل والبنزين أسهل بكثير. لذلك يجب الواحد ما يندفع، لازم يشوف العلم بيهايند. والغربيين يعرفون الكلام هذا، بس عندهم عندهم دبل ستاندرد، أو الأنظمة حقهم على جهتين. ألمانيا وذول صاجين على مثلا أنه ما يبغون يحرقون غاز ولا يبغون الوقود الأحفوري. لما الروس صارت المشكلة والروس وقفوا الغاز، سووا الألمان قاموا يحرقون فحم.
عام 22 حرق فحم في الكرة الأرضية أكثر من أي عام في تاريخ الكرة الأرضية. هذا أسوأ شيء. واحد يجيني يقول لي الغاز ما هو بزين، وين احنا فيه؟ وين فيه؟ لذلك يجب نكون حريصين، ما نروح نطير بالعجة. لازم نكون نوزع، نهدي الرمي على قولة البدو، هدي الرمي. أنت عملت في شركات سعودية كثير. أي. كيف ترى السوق السعودي من ناحية الشركات الوطنية عندنا هنا؟ احنا جدا كويسين، ما أقول لك يعني، ولكن الشركات الغربية لا تزال هدفاس. هم ما عندهم الإيموشن اللي عندنا، هم كناس كبشر يواجهون الحقائق كما هي. مثلا الألماني والأمريكي ما يقول كريم عين، يقول أعور، وان آيد مان، وخلاص. ما هي مسبة عندهم ولا شيء، عادي. هذه العادة حقهم. لذلك هم يقولون لك كل شيء كما هو. حنا مرات نحط الأشياء حذر الكاربت، نحطها تحت الفرش، ما نواجه الأشياء هذه. يعني عندنا عدم شفافية، عند مو الشفافية، المشاكل اللي حتى تصير ما حد يبغى يصير باد جاي، يعني ما أبغى يصير السيء إني أقول والله عندنا مشكلة. وإذا أنت كيف تحل المشكلة؟ أول شيء تعرف إنه عندك مشكلة. يعني الله لا يقدر المدمن إذا ما يعترف أول شيء إنه عنده مشكلة، مستحيل علاج، مستحيل. لذلك عندنا اللي يشوف في كثير من شركاتنا إنه شوية الشفافية والمواجهة الحقائق كما هي. إنه عندنا زي ما تقول نستحي لدرجة ما أن نقابلها. يعني أنا أذكر لما ودينا سعوديين لشركة سابك أوروبا، بعض السعوديين كانوا يعني يقولون الهولنديين دولة ما يعاملوننا كويس ولا مهم زينين. بعدين جلست معاهم، بحكم زوجتي ألمانية والهولنديين والألمان يعني تقريبا زي بعض يا العم. اكتشفت إن العملية إنه هذاك يعطيك إياها بوجهك على طول، ما فيه شجر تحليتها وكذا وتجي مجاملة وتحسين كلام حلو. ربعنا ما متعودين على الكلام هذا. واحد مثلا سعودي يسوي برزنتيشن يقول له no this is not right, this is not good، هو يفكروا هذه إنه يعني إهانة أو مسبة. الهولنديين يقول بعضهم كذا. حتى شرينا كتاب، واحد من هولندي قال لي عليه اسمه The Untouchable، كتاب صغير وزعناه على الشباب، يعني شوفوا هذول، يعني قال لي أنداتش يعني ما هو داتش. كتاب مشهور. لذلك في يعني في شوية عدم فهم بين العادات أو الحضارات أو شيء زي كذا. أنا أشوف في حساسية عند الرؤساء التنفيذيين من الظهور في الإعلام. ليش هذه يعني؟ هذا أقول لك هذا جزء من المشكلة. ليش؟ أنا ماني فاهم. يقول واحد والله أخاف أخطئ. يا أخي اللي يشتغل حيخطئ. ما في إنسان على وجه الأرض يشتغل ويقول ما أخطئ. هذا كمال، والكمال لوجه الله، ما في كمال. في مثل مشهور معروف في أمريكا، كان رئيس شركة جابوه جديد، قال لهم أعطوني 10 اللي ما سووا أخطاء في الشركة. جابوا له 10، راح فصلهم كلها، قال أنت ما تشتغلوا، لأنه اللي يشتغل حيخطئ. لذلك أنا عارف زملائي كثير منهم واحترمهم كثير، وجدا منهم كويسين، بس عندهم التخوف من الظهور في الإعلام. يقول لك أخاف أخطئ. يا أخي تخطئ، طيب خير إن شاء الله. إذا أخطأت تقول والله آسف، أنا صراحة خطأ في الشيء هذا، ما فيها شيء، ما في شيء. بس في نوع من الحساسية صراحة، وهذا مو زين. لأنه المساهم، أنا شخصيا مطلق مريشد يهمني مصلحة المساهم الصغير قبل الكبير. لذلك إذا جيت أتكلم على التلفزيون في كل سنيني، ما أقوم أتكلم بالأمور المالية وأحط لك المصطلحات المالية وأعقد الناس. أقدر، ما هي بسيطة هذه، كل واحد يقدر يسويها، ما يحتاج له MBA، ما يحتاج له ماجستير إدارة أعمال من ستانفورد، يقدر يسويها. ولكن لا، أمانة عندك يا أخي في رقبتك إنك تشرح للمسكين هذا الصغير بالضبط إيش صاير، بس بلغة هو أو هي تفهمها، مو لغة محاسبية ما يفهمها المحاسبين، مو معقول. لذلك أنا أؤمن في هذا، وأتمنى يوم من الأيام أن يكون عندنا الشيء هذا، شفافية، ورؤساء الشركات أو المدراء الماليين بالأخص CFOs يتكلمون مع الميديا. يا أخي في أمريكا من يوم تطلع النتائج أو في أوروبا يسوون مؤتمر صحفي، ما يجي فيه بس الصحفيين، يجوا المحللين الماليين، وهناك محللينهم وينك وين محللين؟ محللهم تلقى خريج هارفارد ولا ستانفورد ولا هذا، ويفصفصونك فص.
ما في لعب حبيبي. يوم من الأيام إن شاء الله أشوف الشيء هذا يصير. في سابق حنا بدينا والتصنيع بدينا، بس بعدين ما كان في حضور. مع للأسف السوق ما تجاوب. أنتم الإعلاميين ما كان يعني ما كان يجون كثير ولا كان فيه، يعني كان أكثرهم looking for خبر، بس مو فعلا تحليل زي ما أشوف لما كنت في أمريكا نقابل المحللين والصحفيين الأمريكيين. لا، فرق كبير، فرق كبير. لا فعلا محتاجين احنا مختصين في جداً. هذا المجال، وهذا يحسن الشركات. هذا ترى ما يضر الشركات، بالعكس هذا يحسن الشركات. لأنه واحد يقول لك بعض النقاط النقص عندك، يا أخي مو عيب، ما فيها شيء، خلينا يعني نتعلم. المحللين اللي عندنا ما تشوفهم بالمستوى اللي مطلوب؟ لا، مو بعضهم ما بقول أعمم عليهم كلهم، بعضهم أوكي بعضهم لا. ولكن ليس ما في أمل أنك تقاربهم في المحللين الأمريكيين في الوقت الحالي. طبعا تحسنوا مع الوقت، أنا ما أقول أنهم ما تحسنوا، لا تحسنوا. ولكن لما تشوف المحلل اللي في سوق لندن ولا سوق نيويورك، لا حبيبي، لا، في فرق كبير. يعني رحم الله امرئ عرف قدر النفس. لازم الواحد يعرف. جميل. وحنوصل لهم، بس احنا يجب نعترف بالنقص اللي عندنا حتى نحسنه. ما نقول والله احنا احسن ناس ولا احنا افضل من غيرنا ولا احنا لا. اذا بتبقى على الكلام هذا ما عمرك تحسن. جميل. انت عاصرت سوق الاسهم عندنا بسنوات طويله. صحيح. كيف شايف سوق الاسهم الان مع شركات الاسهم؟ جدا جدا ممتاز، من افضل اسواق الاسهم انا اقول لك في العالم، خاصه في الاونه الاخيره. انا اقول لك CMA الهيئه سوق المال السعوديه، انا شخصيا بدون محاباه اي شخص اعتبرها من احسن الهيئات الرقابيه والتشريعيه في البلد، لانها أو في العالم، مو في البلد، في العالم. لانهم صراحه جو في فتره وعدلوا اشياء من ابو سلمان الجماز الله يرحمه، واهلهم مجر الى الاخ محمد القويز في الوقت الحالي. صراحه عملوا جهد جبار، الحق يقال. انا تعاملت في سوق نيويورك، تعاملت في سوق فرانكفورت، لندن. اجد انه سوقنا على يعني نفس المجال مع الاسواق هذه، يمكن يكون اقل شويه لانه عندهم تاريخ طويل مئات السنين، يعني لازم الواحد يعني يحترم التاريخ بعد. ولكن ما احنا بعيدين ابد من احسن واحد، ولكن احنا افضل بكثير من الهيئات التشريعيه والرقابيه في دول قبلنا مئات السنين، افضل بكثير منها. لا الحمد لله بصراحه بيض الله وجيههم، يعني صراحه فعلا نقطه ساطعه في السعوديه اللي هو هيئه سوق المال. جميل. انت ما بغيت تطلع من شركات التصنيع وشركات في مجال على قولتهم بتروكيماويات؟ ما جاك عروض؟ لا الآن ما جاني عروض، بس أنا رئيس بعض المجالس، رئيس مجلس شو اسمه البورد شيرمان حق سيتي جروب بنك سيتي، معروف. معروف. أنا الشيرمان هنا، واشتغل كنت في ألبا، لا زال في ألبا في البحرين. عندي عضوية مجالس. مجالس الإدارات أتكلم عن كرئيس تنفيذي. لا ما تو الوقت بدري، وحتى لو جاني شيء ماني مستعجل الصراحة. سابقا جاني سابقا كثير، ما جاني كم الشركات اللي موجودة عندك لستد، كثير منهم جوني وانا في التصنيع، بس كلهم جوني نص الرحلة، وأعرف كثير منهم يمكن يشوفون اللقاء هذا ويعرفون. قلت لهم أنا دائما يا إخوانا الجوب نوت دان على قولتهم، الشغل الطبخة ما خلصت. من باب الأمانة والتزامي أخلاقيا وأدبيا لمجلس إدارة التصنيع والتصنيع ما أقدر أروح وحنا بنص الرحلة، يعني كأنك تأخذ القبطان السفينة وتطلعه والسفينة لا تزال بوسط البحر، ما يصير. بالنسبة لي يعني مهنيا وأدبيا غير مقبول، ما أقبل إني أروح أطلع من هذا. ولا الحمد لله طلوعي من التصنيع الأمور تمام متجهة كلش، ما يحتاج، باقي كم شغلة بسيطة هنا وهنا، وفواز ما في نقص بيدبرها. جميل. أنا شفت قصة لما عرضت عليك أحد أكبر شركات الألبان. وش قصة الرفض اللي جاء؟ قديم، أنا كنت رئيس حديد ذاك الوقت. هذه كم بالتسعينات الميلادية؟ 2000 أو 2001 كلموني شركة ألبان بدون ذكر اسم. وبعدين رحت استشير الوالدة الله يرحمها أمي،
وبالعادة تستشيرها؟ عاد استشيرها بعض الامور هذه. لا صرت يعني افكر. حصه اسمها الله يرحمها، قلت يوم حصه، كنت اقول له يمه، مرات اقول له حصه، كذا 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 يمه. قالت اسمع يا وليدي، انت رحت لامريكا ديرتي ما نعرفها، ورحت درست هالذره اللي بعد ما نعرفها. اعرف شيء واحد، انها تذبح الناس، غيره ما اعرف. وبعدين قعدت بامريكا وتزوجت امريكيه، ورجعت وتزوجت المانيه، ودخلت في المصانع الكيماويات، وهالحين انت في الحديد، واخرتها تصير بياع حليب. احنا بني خالد ما نبيع الحليب. قلت خلاص تم، ما نبيع الحليب. فرفضت رفضت العرض. بس كان يعني وجهة نظرها معها حق. الآن طالع بنفسي حق العجوز. قالت احنا بني خالد ما نبيع الحليب. البيروقراطية أنت ضدها في العمل؟ ها؟ جدا ضدها. أنا أؤمن أنه أي الاجتماع يزيد عن ساعة فهو غير ناجح، لأنه الناس المدة التركيز البشري. ليش الفصول الدراسة 40 دقيقة؟ ترى ما هي جاية من عبث، جاية من دراسات. أنا أؤمن الاجتماع اللي تعدى ساعة فهو خلاص انتهت العملية. إذا ما تقدر تخلص أمورك بخلال ساعة فهذا في شيء خطأ. وحنا تسمح لنا تجاوزنا الساعة؟ لا ما عندي مشكلة. هذا لقاء، هذا مو مجلس إدارة ولا اجتماع بزنس. اجتماعاتك المجالس الإدارة أنا عندي ما مفروض يتعدى ساعتين، ما مفروض يعدى ساعتين. هذا إذا أنت ترأست الاجتماع. إذا أنا رأست الاجتماع 100% يخلص بساعة وساعة ونص، مستحيل يقعد ساعتين. وإذا في أشياء مهمة باقية، هو أول شيء تقول للناس يا عبد الله، تقول للناس اللي يجون يسوون البرزنتيشن أو هذا لك، تقول يا جماعة أعطوني المهم، أعطوني الزبدة. لأنه طبيعة البشر يجيك أول ما يتكلم عنه يجيك 20 سلايد مقدمة، يقوم يتكلم عن الأشياء الزينة اللي سوى، أو حنا سوينا، أو حنا حطينا، أو حنا جبنا. طيب أنا أقول لهم أنا رئيس الشركة أعرف، ما يحتاج تقولوا لي. قولوا لي أنتم جايين لي لشيء أكيد، ولا ليه تجون؟ جايين تبغون موافقة على شيء، قولوا لي وش هو، خلوني من اللي سويته هذا أنا أعرفه، ما يحتاج. وأقدره لكم واحترمكم، بس مو ضروري نضيع وقت الاجتماع نصه بس نقول وش سوينا. طبعا الناس تتكلم عن شيء زين، ما حد بيجيك يسوي لك برزنتيشن بيقول احنا سوينا كذا ولا كذا، لا. لذلك خلاص إذا أنت الناس عرفوا عنك إنك هذه هي يا شباب، خلاص الناس بيجونك يمكن سلايدين ثنتين ثلاث وانتهينا. خلاص شو هذا المهم. أنت مجالس الإدارات، أنت ليش تجتمع المجلس؟ المجلس يجتمع لأنه الإدارة ممثلة بالرئيس التنفيذي تحتاج قرار هو خارج صلاحياتهم. ترى لو القرار عند الإداريين والله ما يجونك حبيبي. مو عندنا كل العالم هم يجونك، لأن الصلاحية بجدول الصلاحيات تقول من صلاحية المجلس. تعالوا يا شباب الإدارة، لا تقولوا لنا وش اللي سويته العظيم، لأنه احنا المجلس يعني نعرف، يمكن ما نعرف زي الرئيس التنفيذي. وللأسف شفت بحياتي أعضاء مجالس إدارات، لأني مريت على عشرات، بعض الأعضاء يفكر أنه يعرف الشركة أحسن من الناس اللي يشتغلون فيها. طيب يا عبد الله أنت رجل عاقل، مجلس الإدارة في السعودية يجتمع 4 مرات في السنة، وأكثر الأوقات الاجتماع ما يتعدى ساعتين ونص. و90% من مجالس الإدارات اللي أنا جلست فيها خلال ساعة وأقل من ساعة أحد الأعضاء بيقول والله أنا عندي طيارة، يلا همشوا بسرعة، يلا نبغى نخلص. يعني مستحيل يعرف تفاصيل الشركة. خلينا نقول إنه هالاجتماعات 4، خلينا معدل نقول 3 ساعات. 3 ساعات ضرب 4 هي 12 ساعة. يعني من باب العقل تبغى تقول لي إنك تجي شركة مثل سابق ولا التصنيع ولا غيرها وتقول أنا والله أعرف ذي أحسن من الناس اللي يشتغلون 7 أيام أو بالأسبوع سنة كاملة؟ هذا غير منطقي. هذا أنا أعتبره ما هو من العقل. بس للأسف هذا موجود، وترى مو موجود عندنا حتى، ترى موجود حتى برا، بس عندنا أكثر للأسف. برا أقل. لذلك أنا أعتقد الاجتماع إذا عندك والله أشياء تقول والله ما نقدر نخلص، وأنت فعلا قلت لهم ما يجيبون إلا الزبدة،
يا أخي جدول اجتماع ثاني، لأنه تركيز الناس يوقف بعد ساعة، يوقف، خذ بريك، خذ استراحة ورجعهم شوي. بس إنه تاخذ لي مدة ساعتين 3 4، وأنا أتحدى أي شخص من اللي يجلسون مجالس الإدارات إنه يقدر يقول لي اجتماعنا قعدنا 6 ساعات وهذا، وإنه سوينا شيء عظيم وفهمنا كل شيء. لأنه كإنسان من طول الوقت خلاص مخك يسكر، هذه طبيعة البشر، ما هو شيء من اختراع أي شخص. جميل أبو حمد، أنا صراحة ما ودي أتعبك شكرا. بما أنك ما تحب إلا ساعة. لا 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 تجاوزنا الساعة. لا حبيبي، ما مشكلة. شكرا. العفو ريشد، للأمانة كانت حلقة رائعة جدا، تكلمنا فيها عن تاريخك الله يرحمه المهني. شكرا لقبول الدعوة. شكرا حبيبي عبد الله، الله يطول عمرك. شكرا.